دار السلام، اخويا احمد القاضي وانا حسام حسني، ومعانا كمان مؤسسه كيمت للارشاد السياحي موجودين في المتحف الجيولوجي عشان ننشر فكرين مهمين جدا خاص بالثقافه والفنون. احنا المتحف الجيولوجي هنا بيتكلم على الكائنات وعلى الاحجار وعلى المخلوقات الحيه اللي كانت موجوده في مصر. احنا يعني لو احنا بنتكلم على عصر الفراعنه، لا احنا هنا لقينا مخلوقات موجوده قبل الفراعنه بكتير جدا. لقينا حفريات من وادي الحيتان، لقينا فيل كان شكله غريب. بصراحه احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور عفيفي مدير المتحف، وشكر موصول لدكتور ياسر رمضان مدير الهيئه العامه للثروه المعدنيه، وكمان لاخونا دكتور متولي حمزه الباحث الجيولوجي صاحب الفكره، ولاخواتي في كيمت، ولاخويا احمد القاضي امين الثقافه والفنون، والوفد اللي جاي من امانه الظاهر. يعني احنا موجود معانا كمان امانه البيئه من الظاهر، وده ملف مهم جدا بالنسبه لها. اخويا امين العمل الجماهيري محمد يوسف، الامناء المساعدين مستر ايمن فؤاد، الحاج احمد ابراهيم، ومدام هدى، وكل الزملاء اللي جايين من الظاهر ومن دار السلام. شكرا ليك.